السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأخبار؟ في واحد سألني قال لي أنا اتعرفت على واحدة أندونيسية أونلاين وعايز أتجوزها، أعمل إيه؟ فقلت بقى إن أنا أعمل الفيديو ده بحيث إن هو يكون فيه شوية نصايح كده لأي حد اتعرف على واحدة أونلاين وقرر إن هو يتجوزها، بعيدا بقى عن الخيالات وبعيدا عن التعميم. هنتكلم كلام واقعي شوية، ويا ريت بس انت لو عايز ان انت تتجوز، عرفت واحدة من على النت وعايز تتجوز، ركز في الفيديو ده لان الفيديو ده ليك. اول حاجة لازم تتأكد منها هي الدين، درجة التدين. ليه؟ لان في ناس، يعني اغلب الناس بيكونوا واخدين فكرة عن اندونيسيا او عن المسلمين اللي هم خارج الدولة العربية ان هم درجة إيمانهم أكتر من الدول العربية، والكلام ده غلط. مفيش دولة إيمانها أكتر من دولة تانية. ما ينفعش إن أنت تقول إن هما اللي في أندونيسيا متدينين أكتر من دولة كذا، لأ. كل دولة فيها الكويس وفيها الوحش. ممكن في المدينة أو في نفس الشارع نفسه تلاقي واحد متدين قوي وواحد مش متدين. فأنت ما يهمكش الصورة الذهنية اللي أنت بترسمها لنفسك. أنت ممكن تكون راسم لنفسك صورة ذهنية عن البلد ان انت شايف ان هم مطيعين وان هم مؤدبين وان هم متدينين، وده الكلام اللي بيتقال لي. يعني اغلب الناس اللي هم بيبعتوا لي رسائل سواء على الانستجرام او على الماسنجر، اقول له مثلا ليه انت عايز تتجوز من اندونيسيا؟ يقول لي لانهم شعب طيب وشعب هادي وشعب متدين. ايوه، دي صفة عامة، بس احنا بقى بنتكلم على البنت اللي انت عايز تتجوزها. ما ممكن الشعب يكون هادي ومتدين بس البنت اللي انت اتعرفت عليها ولا هادية ولا متدينة. فانت لازم ان انت تركز فيها هي نفسها وفي عيلتها. ودي طبعا يعني تبان بقى بالاسئله، تبان بطريقه الكلام. طبعا الشخص المتدين بيبان عليه، مش مجرد ان انا بقول لك انا متدين وبصلي وبصوم يبقى خلاص كده. لا، انت لازم انك تتعامل معايا. تاني حاجه لازم ان انت تتاكد من ان هي مش طماعه في فلوس او في فيزا. هو يعني العرب، سمعه العرب عند الاندونيسيين ان العرب اغنياء، طبعا بسبب فرق العمله دول الخليج، وبسبب ان هم ما عندهمش معلومات عن الشرق الاوسط. يعني هم فاكرين ان الدول العربيه كلها واحد. فسواء بقى انت كنت جاي من الخليج، جاي من شمال افريقيا، جاي من الشام، من سوريا، من لبنان، من الجزائر، من مصر، مش فارقه، انت عربي فبيتبص لك على اساس ان انت غني. في فئه معينه من البنات، فئه قليله طبعا مش كلهم بس فئه قليله، بيدوروا على النت على شاب عربي على اساس ان هو هيكون مسلم وفي نفس الوقت غني، او ان هو يجيب لي فيزا. زي ما في شباب عربي كده بيدور على واحده من امريكا ولا واحده من اوروبا ويقول لك انا هتجوزها وتجيب لي وظيفه وخلاص بقى وهسافر اوروبا واخد الفيزا. في بنات في اندونيسيا يفكروا كده، ان انا هتجوز واحد مثلا في السعوديه، واحد في الامارات، واحد في مصر، واحد في الجزائر. يا اما بقى هيجيب لي فيزا وهشتغل هناك ويبقى معايا فلوس، يا اما ان هو هيكون غني وهيصرف عليا. فانت لازم تاخد بالك من النقطة دي، ان هي ما تعرفش المشاكل الاقتصادية اللي في بعض الدول، واخدين فكرة ان الدول العربية كلها اغنياء. فلازم تتأكد ان هي عايزة تتجوزك انت لشخصك، مش ان هي عايزة واحد عربي وخلاص، او واحد غني وخلاص، او واحد اجنبي معاه فلوس وخلاص. والصورة اللي هم واخدينها عن العرب ان هم اغنياء او ان هم بيتعاملوا معاك على اساس ان انت غني، مش هينفع ان انت تشيلها. ليه؟ لان هم ما شافوش الوضع. فانت مهما قلت ان انت فقير وان انت معكش فلوس وان انت معكش شغل وان انت كذا وان انت كذا، مش بيجيب نتيجة قوي. ليه؟ زي لما اجي اقول لك ده في واحد سويدي بس فقير، فانت يعني عقلك هيقول لك ايه؟ هو لو سويدي وفقير بالنسبة لنا احنا، لا ده هيبقى غني. ليه؟ لانه ده بيتعامل باليورو يا عم. يعني ده يجي مثلا ب 300 400 يورو عندي في بلدي ويعيش حياته. فهم برضو بيبصوا كده، ان انت حتى لو فقير انت مبلغ قليل هتعرف ان انت تعيش بيه كويس جدا في اندونيسيا وتبقى بالنسبه لي انا غني. فهتقول لك ماشي مش مهم. وفي بقى زي ما قلت لكم اللي هي بتفكر في الفيزا، ان انا حتى لو هو فقير ماشي هتجوزه واخد اقامه وبعد كده ابقى ادور على شغل، ولو ما عجبنيش ممكن ان انا اسيبه، نبقى نتطلق وانا اكمل في شغلي عادي، ما انا خدت الاقامه وحطيت رجلي في البلد وخلاص. فانت لازم تتاكد من النقطتين دول. تاني حاجه بقى واهم حاجه، ان انت انسى بقى كل الفيديوهات والصور اللي انت شفتها والكلام اللي انت شفته عن اندونيسيا. انت هيكون ليك تجربتك الخاصه. هو كل واحد له تجربته. في واحد يجي مثلا يتعرف على واحده وما يحصلش نصيب او تطلع ان هي نيتها وحشه، يقول لك لا اندونيسيا دي كلهم كذا واندونيسيا دول وحشين ومش عارف ايه. واحد تاني تجربته تكون كويسه يقول لك ان الشعب ده كويس. فانت خليك بقى في تجربتك انت.
يعني احنا بنحاول، انا وغيري بنحاول ان احنا نديلك مانشيتات او خطوط عريضة تمشي عليها. انت بقى هتبدأ تشوف، يعني لازم انت اللي تيجي بنفسك، لازم ان انت تعمل لنفسك فترة خطوبة. يعني الاحلام بتاعة العصر اللي هي انزل من المطار هتجوز، وان انا هتجوز واحدة جميلة وطيبة ومؤدبة ومتدينة وغنية وهلاقي شغل وان كل حاجة هبقى عايزها هتحصل لي، انساها. انت خليك واقعي كده واعمل فترة خطوبة. لازم ان انت تعمل فترة خطوبة، ده كلام واقعي. ما ينفعش ان انت لو هتشتري موبايل ولا عربية مش هتبص كده على النت وتقول العربية دي جميلة ومواصفاتها حلوة وكذا واحد بيشكر فيها، هقوم انا هشتريها اونلاين وخلاص. لا، انت لازم تشوفها. فانت لازم ان انت تيجي اندونيسيا، لازم ان انت تعمل فترة خطوبة، لازم تقول لها ان احنا هنتعرف على بعض في الحقيقة، ان شاء الله اسبوع، ان شاء الله شهر، الفترة اللي تكفيك حسب ظروف شغلك وحسب ظروفك انت. ليه؟ اولا لان ده جواز، فانت لازم تشوف عيلتها، لازم تشوفها هي على الحقيقة بتمشي ازاي، بتتكلم ازاي، بتاكل ازاي، بتنام ازاي، بتقعد ازاي، بتتعامل مع الجيران ازاي، بتتعامل مع قرايبها ازاي، هل الجيران بيحبوا اهلها ولا لا. لما تزورهم في بيتهم هتقدر ان انت تحكم على الحالة المادية بتاعتهم، صح؟ يعني ممكن واحدة انت تشوفها تقول دي غنية، ليه؟ ودي حصلت معايا. يعني في واحد قال لي هي غنية، قلت له انت عرفت منين انها غنية؟ قال لي عندها سكوتر واخوها عنده سكوتر وعندهم عربية وعندهم بيت ببوابة فيلا. قلت له طب ما هي البيوت في اندونيسيا كلها كده، الفقير عنده بيت ليه بوابة وعنده سكوتر، ويعني الموظف اللي مرتبه على قده ممكن ان هو يجيب عربية بالقسط، لان في اماكن بتعمل تقسيط مستريح. فانت هتعرف بقى منين ان هي غنية؟ لما تيجي انت بنفسك وتشوف البيت وتقارنه ببقية البيوت اللي في الشارع. يعني انت عندك الشارع مثلا فيه 20-30 بيت، بيتها بقى مقارنة بالبيوت دي من بره، هل هو اكبر بيت؟ يعني لو هي في قرية، هل هي صاحبة اكبر بيت في القرية؟ تقدر تقول في الحالة دي تقدر تقول ان هي غنية. لو هي ساكنة في مدينة، هي معاها بي ام مثلا، معاها بي ام دبليو وماسكة ايفون ومامتها لابسة دهب من هنا لهنا، فانت ما تحاولش ان انت تحكم بالمقاييس بتاعتك انت، لان الحياة في اندونيسيا مختلفة. هم عندهم زلازل، فعشان عندهم زلازل مش بيبنوا عمارات كتير، العمارات بيبنوها في اماكن معينة، مش في كل المدن او مش في كل القرى. في مدن كتير صغيرة ما فيهاش عمارات، اقصى حاجة تلاقي مبنى دورين. ليه؟ علشان الزلازل اولا، ثانيا لان هم فلاحين، فكل واحد بيبني في ارضه، فانت هتبني ليه عمارة في ارضك؟ فالسكن ما يعتبرش مشكلة كبيرة، السكن مشكلة كبيرة في المدن. يعني في جاكرتا ماشي ممكن يطلعوا، انما انت لو رحت قرية او جزيرة صغيرة مش هتلاقي الناس مش محتاجة ان هي تعمل عمارة. فهم اسلوب الحياة مختلف، فلازم الحاجة دي انت تشوفها بعينك. ليه انا بتكلم في كده؟ لان انا شرحت قبل كده المهر وشرحت تكاليف الزواج، ولكن برضه هي بتختلف. يعني هي لو غنية طبيعي ان المهر بتاعها هيبقى ازيد من المتوسط، طبيعي ان تكاليف الفرح هتبقى ازيد من المتوسط، لان هم حياتهم في مستوى تاني. يعني انت بتبقى متجوز واحدة من مستوى اعلى شوية، فكل حاجة هتبقى عالية، وهي هتبقى متوقعة منك ان انت تعيشها في مستوى اعلى. ودي برضو نقطة مهمة، ان انت لازم تفهم منها هي متوقعة ايه بعد الجواز عشان ما تحصلش مشاكل. يعني عشان ما تكونش هي متخيلة مثلا ان انت عربي وان انت غني، وانا عارف طبعا اسلوب الشاب العربي لما بيتكلم مع بنت هيقول لها هنجيب عربية وهنجيب بيت وهلففك حوالين العالم وهجيب لك كذا. البنت العربية بتفرح بالكلام ده، لما انت تقول لواحدة عربية انا هجيب لك وهعمل لك وهشتري لك، البنت العربية بتقدر الكلام ده، ان انت راجل شاريها وان انت مهتم بيها. انما البنت الاندونيسية بتاخد الكلام ده وعد. فانت لو قلت لها مثلا احنا هنسكن مع اهلي بس ان شاء الله قريب هيبقى لينا بيت، البنت الاندونيسية هتاخد ان ده وعد وهتحصل عليه مشكلة، وانت وعدت ان انت هتعمل كذا. فانت الكلمة اللي بتطلع، انت لو جيت زرت حد اندونيسي في البيت وعزم عليك بقهوة وقلت له لا مش عايز، مش هيديها لك. ليه؟ لان الكلمة طلعت من بقك لا. فهم تاخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله، اي حاجة انت بتقولها دي بتعتبر وعد ولازم تنفذه. فانت ما تتكلمش في حاجة احلام او حاجة انت مش ناوي ان انت تعملها فعلا. فلازم ان انت تكون يعني عارف منها هي متخيلة هتعيش معاك ازاي، او الحياة بعد الجواز هتبقى عاملة ازاي. لان في واحدة
تقول لك انا مش عايزه فرح، مش عايزه مهر، مش عايزه كذا، مش عايزه كذا، في مقابل ان انت بعد الجواز هتعيشني في بيت كبير، ان انت بعد الجواز هتجيب لي عربيه، ان انت بعد الجواز هتعمل لي كذا. فانت برضو لازم تعرف ايه هو سقف احلامها وطموحاتها. وزي ما قلت لازم ان انت تيجي هنا تعمل فتره خطوبه وتقول لها ما انا ممكن ان انا مثلا لما انت تشوفيني على الحقيقه انا ما عجبكيش، ممكن انت ما تعجبنيش، فاحنا نعمل فتره خطوبه. ليه؟ علشان لما تدخل في الجواز تبقى داخل بقلبك وبعقلك، مش مجرد ان انت شفت صورة حلوة وواحدة قالت لك صباح الخير يا حبيبي يبقى خلاص كده انت مراتي يا بنت. لا. واهم حاجة انا حبيت ان انا اسيبها للاخر، بس هي اهم حاجة وهي الشغل. تاني، الاحلام بتاعت ان انا هتجوز واحدة اجنبية وهتجوزها وهي هتساعدني ان انا الاقي شغل، دي مش هتلاقيها في اندونيسيا. اولا بسبب المشاكل بتاعت القوانين بتاعت عمل الاجانب اللي انا اتكلمت عليها كتير جدا، وهتلاقيه فيديوهات كتير في القناة بتتكلم عن الموضوع ده. وثانيا لان طبع البنت الاندونيسية غير البنت العربية تماما في النقطة دي. لو انت معكش شغل ومفيش فلوس هتمشي وتسيبك او هتكرشك بره البيت عادي جدا. ان هي تعيش مطلقة عادي جدا، ولا عيب ولا حرام، ولا حد هيتكلم عليها ولا حد هيضايقها، وهتلاقي عريس تاني وهتتجوز ما فيهاش اي مشكلة. حتى لو هي صغيرة، يعني لو هي عندها 20 سنة ومتطلقة مفيش حد بيتكلم. اتجوزت، حصلت ما حصلش نصيب وسابوا بعض، خلاص عادي. غير البنت العربية بيقعدوا يقولوا لها بقى انت ظل راجل ولا ظل حيطة، ومعلش يا بنتي، وحاولي ان انت تستحملي، وحاولي ان انت تيجي على نفسك، وحاولي ان انت تقفي معاه. الاندونيسية هتقف معاك لو انت شغال. ما هو في فرق بين الراجل اللي هو شغال بس مرتبه ضعيف، يعني انت شغال بس يعني مرتبك على قدك او معكش امكانيات كتير، دي ساعتها تقف معاك. او اللي هو مش شغال اصلا وانت لسه جاي تدور على شغل، هتقول لك لا يا حبيبي روح اشتغل في بلدكم. هتعمل معاك كده بالظبط، يعني وقت ما الفلوس تخلص مع السلامة. ليه؟ لان هي في الغالب مش مستنية منك حاجة، يعني هي في الغالب بتكون شغالة، عندها فلوسها، في مساواة في المجتمع ما بين الراجل والست. مفيش الاتكال على الراجل اللي هو موجود في مجتمعاتنا العربية، ان الست بتفكر مليون الف مرة قبل ما تتطلق، وهعيش ازاي وهشتغل ازاي وهعمل ايه. لا، هنا الستات بيشتغلوا اي حاجة زيهم زي الرجال عادي جدا. ونظرة المجتمع يعني مش بيبصوا لها نظرة دونية، او مش بيبصوا لها ان انت ما ينفعش ان بنت تعمل كده. وكمان انا قلت لك تيجي بنفسك اندونيسيا تعمل فترة تعارف او فترة خطوبة. طبعا فترة تعارف او فترة خطوبة من غير فرح، يعني مش قصدي ان انت بقى تعمل فرح وحفل خطوبة والكلام ده، لا. ان انت بس تيجي تزور والدها، تقول له والله الوضع كذا كذا كذا، وانا ناوي ان شاء الله كذا كذا كذا، بس لازم ان انتوا تشوفوني. هم برضه هيبقوا عايزين ان يعملوا فترة، لان حتة انك تنزل من المطار تتجوز بالنسبة لهم برضه غريبة شوية، لان انت اجنبي. يعني انت اختك لو جالها واحد اجنبي وقالت لك ده جاي الشهر الجاي وهيتجوزني، هتقول لها لا ما ينفعش نعمل كتب كتاب ودخل على طول، لازم ان احنا نشوفه وهو يشوفنا. فبقول لك انا بقول انت لازم ان انت تعمل فترة الخطوبة دي علشان كمان تشوف العادات بتاعتهم. اندونيسيا فيها اكتر من 300 عرق، كل مدينة كل قطعة في اندونيسيا لها عادات مختلفة. فالمعيشة في بالي، يعني اللي عاش في بالي شاف الناس بتتعامل بطريقة معينة غير في جاكرتا، غير في سومطرة. فكل مكان بيكون ليه عادات معينة. العادات دي ممكن تنفع معاك وممكن ما تنفعش معاك. انا ما اعرفكش وما اعرفش شخصيتك، ما اعرفش اللي في دماغك ايه، ما اعرفش انت عايز ايه. فانت اللي تحكم، انت اللي لازم تيجي وتشوف والله احنا عاداتنا كذا، هم بيعيشوا بالطريقة دي، بيلبسوا كذا، بيتعاملوا بالطريقة دي. نفع معاك نفع، ما نفعش خلاص. لانه اصل في يعني كمية كبيرة من الشباب بيكونوا واخدين فكرة ان هم عايشين مثلا زي العرب. هم يقول لك هم مسلمين زينا، فهيكون متوقع ان هم بياكلوا وبيشربوا وبيتكلموا وبيقعدوا وبيعملوا كل حاجة زي العرب. هم شاربين من العرب، بس شاربين برضو من الثقافة الصينية، شاربين من الثقافة بتاعتهم، ليهم العادات والتقاليد الخاصة بيهم. زي ما احنا في مصر مثلا بنعمل السبوع للمولود. يعني انت لو جيت اتكلمت دينيا مثلا، ما هو السبوع بتاع المولود ده ما ملوش علاقة بالدين اصلا، يعني هو ملوش اصل ديني ملوش اصل في الاسلام ان انت تعمل مغاط وان يولعوا شموع والست تعدي 7 مرات والكلام ده مش موجود في الاسلام، بس المصريين متمسكين بيه. فهي بتبقى عادات زي كده، ممكن ان هي تنفع معاك بالنسبة لك، ما تبقاش العادات دي مشكلة
وبالنسبة لك ممكن ان هي تكون مشكلة، فانت اللي هتحكم مش انا اللي هحكم ولا غير اللي هيحكم. وبكررها لكم تاني، الشغل قبل الجواز. يعني انت ما تقولش ان انا هتجوز وهي هتشوف لي شغل، او هتجوز وهلاقي شغل، او ان انا هبقى اتجوز ولما اروح هناك هبقى اتعلم اللغة واشتغل. انسى الكلام ده، خليك واقعي. القوانين وهي نفسها مش هتصبر عليك، فلازم ان انت تحل موضوع الشغل الاول، بعد كده تبقى تتكلم في الجواز. ولازم تكون عامل حسابك ان اندونيسيا مش دولة بحث عن عمل، مش هي الدولة اللي انت هتيجي تدور فيها على شغل. لو انت عايز تسافر دولة تدور فيها على شغل، انا ارشح لك الامارات او السعودية او اوروبا، لو عرفت ان انت تروح دول ممكن ان انت تلاقي فيهم عمل. انما اندونيسيا مش دولة بحث عن عمل للاجانب. والباسبور الاندونيسي مش هيطلعك امريكا بدون فيزا، ولا بيطلعك استراليا بدون فيزا، لان في ناس برضو بتفكر التفكير ده ان انا اتجوز واحده اندونيسيه واخد جنسيه وبعد ما يبقى معايا الباسبور ابقى اسافر على امريكا ولا اوروبا. لا، هم بيحتاجوا فيزا زينا بالظبط. هم فعلا شعب هادي وشعب طيب وشعب متدين وشعب كويس جدا، ولكن الموضوع متوقف على البنت اللي انت اخترتها. يعني زي ما انا قلت في اول الفيديو، المهم ان هي كمان تكون زيهم طيبة وهادية ومتدينة. فانت مالكش دعوة بالشعب، لان انت مش هتتجوز الشعب. انت تقول عن الشعب ان هو هادي لما تكون عايش بقى معاهم. هي عاملة زي كده واحد اجنبي شاف فيديو لمصر عن شرم الشيخ، اخد فكرة غلط، شاف فيديو تاني عن الازهر والقافلة بتاعة اللي حفظت القرآن في اي قرية، اخد فكرة تانية مختلفة تماما، نزل مصر لقى حاجة تالتة. فهي كده. فانت الفيديوهات مش بتوصل اللي جوه الناس، يعني الفيديوهات بتوصل البلد شكلها عامل ازاي، او الاكل شكله عامل ازاي، او الحياة شكلها عاملة ازاي. بس الناس نفسهم، او هل البنت دي بالذات اللي انت بتكلمها هل ينفع ان هي تكون زوجة ليك ولا لا، زي ما انا قلت لازم ان انت تمشي على الخطوات اللي انا قلتها في الفيديو ده، وتيجي انت اللي تشوف وانت اللي تحكم بنفسك وانت اللي تقول. لان هي هتبقى مراتك، يعني هي لو كويسة هتبقى ليك، لو مش كويسة هتبقى ليك برضه. فربنا يرزق كل واحد عايز يتجوز بالزوجة الصالحة. ما تنسوش اللايك والشير يا جماعة، عشان دول مهمين جدا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.